بصوا الكيكه دي بجنيه، تمام. اسمها ايه؟ رهية. ايه رهية دي؟ رهية. رهية. بصوا بحرف اله، رهية كيك. لا العظيم بيعملوا حاجات غريبة. السلام عليكم ورحمة الله، معكم يوسف جد وفيديو جديد. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلي على النبي، ادعي لي دعوه حلوه من قلبك، انزل اكتب لي كومنت يشجعني ويدعمني ويحفزني ويخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. بصوا يا جدعان، في اول فيديو كده عايز اقول لكم ان انا الحمد لله كل يوم بعد الساعه 12 بعمل لايف على اليوتيوب، تمام. فانت لو فاضي ادخل دردش معايا، ده كده اولا. ثانيا بقى، لو انت اول مره بتتفرج عليا من فضلك لو سمحت انزل اعمل اشتراك في القناه، دوس على علامه الاشتراك او اعمل سبسكرايب، حط لايك على الفيديو، اكتب لي كومنت لو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين او تجربه معينه، اكتب لي كومنت بيها او اعمل لي منشن عليها. الله الله على الكلام والسجع. كنت في السوبر ماركت خطر سؤال على بالي، يا ترى الجنيه دلوقتي بيشتري ايه؟ يعني انا لو انا مروح مثلا وانا عندي 3 اطفال وعايز اجيب لهم حاجه حلوه ومعايا مثلا 10 جنيه، يا ترى ال10 جنيه دي هتجيب لهم ايه؟ طبعا اجابه السؤال البديهيه ان هي مش هتجيب حاجه. فانا قلت اقعد ادعبس كده في كل سوبر ماركت ادخله اقول له ايه انت عندك ايه بجنيه. المهم لفيت في الشارع عندنا لقيت طبعا حاجات متكرره كتير، فقلت اجيب ايه 10 20 حاجه كده من ام جنيه ونعرف الحاجات دي جودتها كويسه يعني حلوه ولا هي اي كلام دلوقتي. طبعا احنا كنا عاملين الفيديو ده من سنه تقريبا اللي هو تشتري ايه بجنيه، فطبعا كنا جايبين حاجات كتير، غالبا كده 3/4 الحاجات دي ما بقتش موجوده، فجبنا حاجات تانية. فتعالوا كده نشوفوها، خصوصا بقى ان احنا في اخر الشهر والميزانيه ضيقه. فتعالوا كده ايه نشوف الحاجات دي جودتها حلوه ولا تعبانه. لا تبخل عليا باللايك المتين. تعالوا ايه نشوف احنا جبنا ايه. طب والله جبنا حاجات كتير. طب دول كام حاجه؟ 2 3 4 13 14 15 16. جبنا 17 منتج يا جدعان، والصراحة اشكال والوان وحاجات حلوة كتير. وال17 دول طبعا هياخدوا معانا وقت، فاحنا ايه افتح جرب كده، حلو كده، نص نص كده وحش، ماشي، عشان ايه ننجز حالنا. تعالوا بقى ايه نحطهم كده على جنب ويلا نبدأ بايه ما الحاجات حلوة كتير بصراحة. تعالوا نبدأ بدي. دي كانت معانا السنة اللي فاتت بس طبعا ما كانش حجمها كده خالص. بصوا دي كده شكلها، تمام. طبعا هي كانت قد دي تقريبا مرتين. هحاول اجيب لكم حته كده من القديمه يعني ايه لو عرفت. دي رقيقه جدا، بجنيه يا جدعان، بجنيه. يلا ندوق بسم الله. معلش نسيت اقول لكم اسمها، دي اسمها ريون، شوكولاته ريون، هو طعمها متوسط. لفت نظري بقى بيمبو، فاكرين بيمبو بتاع زمان اللي هو كان ب4 جنيه في ورقه ذهبي؟ ده نازل منه الحجم ده بجنيه ونازل منه ب3 جنيه. تعالوا نفتح كده حجمه بقى قد ايه. يا حول الله يا جدعان، بصوا ده حجمه. تعالوا ندوق بقى ونشوفوا فيه الطعم بتاع زمان ولا لا. بسم الله. بصوا هو مش طعم زمان قوي بس هو طعمه حلو، بس الشوكولاته اللي فوق كميتها مش ياما، بس البسكوت بتاعه طعمه حلو، فده هيبقى كده. ندخل على ايه؟ برضو تيتي دي كانت معانا قبل كده، في منها كذا طعم، فراوله وشوكولاته بيضه وموز، فانا جبت الفراوله. شايفين الجنيه بيجيب حاجات برضو. دي ايه؟ ميني كيك، تمام. يلا ندوق بسم الله. بالنسبه للكيكه دي حلوه بس حجمها صغير، حطيتها ما حسيتش بيها. انا في افتتاح تحت البيت فمش عارف بقى الاغاني دي هتبقى طالعه في الفيديو ولا ايه، فلو طالعه بقى ايه سامحوني. بعد كده بقى معانا ميني كتاكيتو، سعرها بجنيه برضه. كتاكيتو بتاعت زمان دي ب4 جنيه والله. بصوا حجمها عامل ازاي، بسم الله. جامدة 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 جامدة، عشان تتمزج منها عايز لك بتاع 10 مثلا. بعد كده معانا بسكوت شمعدان ميني اونو ويفر محشو بالشوكولاتة، ده كده شكله. وفي برضو تقريبا طعم تاني منه. الجنيه غلب الكارنيه. افتح يا باشا، ده كده شكله من جوه. يلا ندوق بسم الله. بالنسبة للميني اونو ده في النص يعني وسط. تعالوا ايه ده بالفانيليا بقى، ده قلت لكم في طعم تاني هو لقيتني جايبه. ده بقى المفروض من جوه بالفانيليا. بسم الله. المفروض ان دول قطعتين، ها بص انا حطيتهم على بعض. بسم الله. لا اللي بالفانيليا ده حلو احلى من اللي بالشوكولاته.
بعد كده بقى ندخل على ايه؟ بصوا الكيكه دي بجنيه، تمام؟ اسمها ايه؟ رهية. ايه رهية دي؟ رحية. رهية. بصوا بحرف اله، رهية كيك. لا العظيم بيعملوا حاجات غريبة، حاجة شبه توينكس كده بس ايه، على صغير شوية. شوفها من النص، مش باين لها اي حشو من النص. يلا ندوق، بسم الله. مكتوب ان هي بالفانيليا وانا حاسسها بالبرتقال، مش عارف ليه. هي الصراحة ايه، شبه الكيكة اللي بتتعمل في البيت بالبرتقال. لا حلو بس مش فانيليا. البسكوت ده بصراحة حجمه كده، حجمه كبير، واسمه ميني فوريو. ده كده شكله ميني فوريو. حلو جنيه يعني، جميل. على تكون انتم مفكرين الجنيه ما بيجيبش حاجة مثلا، ده بيجيب. ده المفروض ان هو من النص فيه فانيليا، بس ايه يعني، ربنا يسترها معانا والله. تعال ندوق كده ايه، بسم الله. لا ده سقط مننا، ده مش حلو خالص. ده عارفين شبه ايه؟ شبه البسكوت اللي كانوا بيوزعوه زمان في المدارس، هو ده نفس الطعم بالظبط. تعالوا ايه بالمره بقى ايه، ناخد حاجه برضو شبهه كده. حاجه تبع برضو تيتي، اسمه كيليو بيسك. ايه يعني ايه، حاطين صوره كليوباترا كده، تمام؟ فهو اسمه كيليو بيسك. ماشي شغال، مش وحش. بصوا بقى هنا بقى الشغل المختلف، ان هنا في شوكولاته، من النص فيه شوكولاته برضو. لا ده شكله هيطلع جامد ده، بسم الله. لا كيليو بيسك ده حلو بس اسمه غريب قوي يعني. كيليو بيسك ولا منه كليوباترا ولا يعني، اسمه غريب بس الصراحه طعمه حلو. ندخل على ايه بقى بعد كده؟ بعد كده معانا شويه حاجات شكلها حلو. تعالوا نجرب البتاع ده، اسمه دالينا ميني توب. اللي عارفين ده اللي هو ايه، الكريسبي رول ده، برضو بجنيه. انا الصراحه اموت في الحاجات بتاعت العيال دي، مش عارف ليه. طبعا هو عامل حادثه شويه، مرهق شويه، عمل حادثه في الطريق. يلا ندوق، بسم الله. ده شكله قبل الحادثه، والصراحه طعمه حلو قوي، طعمه كده جميل يعني. تعالوا بعد كده ندخل على البسكوت ده، اسمه اكشن. ده كده شكله سعره جنيه برضو. انا حاسس ده بقى قيم كده، وحاسه هو ب2 جنيه والراجل اداهوني بجنيه، مش عارف ليه. صعبت عليه تقريبا لما دخلت قلت له عايز اي حاجه عندك بجنيه. لا هو بالمنظر ده هو كده تمامه جنيه. ده كده شكله تمام. سكوت ويفر بالشوكولاته، بسم الله. حلو جامد قوي. بسكوت اكشن ده حلو قوي وكريسبي جدا. تعالوا بقى ايه البتاعه دي، ايه مجنناني من الصبح، حجمها صغير قوي، ودي اسمها بي كوكونات، يعني بي جوز الهند، تمام؟ ودي من شركة شويكس دي اللي هي بتعمل الشوكولاتة السايحة. عارفين انتوا الجو ده يا جدعان؟ لو انتوا مش مبسوطين بالفيديو ده ما تتفرجوش عليه، يعني انا عن نفسي انا مبسوط. حجمها كبير جدا دي، بصوا ده كده حجمها سعر جنيه. تعال نشوفها من جوه، فيها كوكونات ولا ما فيهاش اوه دي غرقانه من جوه كوكونات. تعال ندوق كده، بسم الله. بتاعه دي تحفه، اقسم بالله تحفه. انا هنزل اجيب علبه منها، طعمها احلى من جيرسي. الشوكولاته طعمها حلو، والجوز الهند طعمه جميل قوي، بس هي عيبها ان هي مسكره اوفر شويه. بس الصراحه دي كده 100. شفتوا بنكتشف حاجات حلوه ازاي؟ الشمعدان بقى، الشمعدان بتاع زمان اهو، بس هو ايه، انكمش شويه. ده شكله اهو الشمعدان. كان اسمه ايه؟ كان اسمه الشبح ولا مش ده الشبح؟ مش عارف. بسم الله. هو الشمعدان جامد يا جدعان، الصراحه ما اقدرش اتكلم عليه ولا كلمه، لان مفيش حد فينا معاش طفوله مع الشمعدان. دي برضو كانت معانا في الفيديو اللي فات، بيورا دي المفروض ان هي بالقهوه. ده كده شكلها. بتاع دي اول لما نزلت كانت عامله ضجه في السوق جامد جدا، لان انا ساعتها كنت شغال في الحاجات دي والحاجات التركي وكده، فكانت عامله ضجه وما كانتش موجوده. يلا ندوق، بسم الله. بصوا هي حلوه ومستفزه في نفس الوقت، لان هي حجمها صغير فانت بتحطها كلها في بقك، في نفس الوقت هي بقى ايه، نوجه بقى عماله ايه تمط كده، فمستفزه بس هي طعمها حلو. اخر 3 حاجات معانا بقى يا جدعان. الصراحه يعني ايه، انا مبسوط ان الجنيه لسه بيجيب حاجه. ودي اسمها ايه؟ انا بفتح كده وخلاص. اسمها صيدا، ودي القطعه دي بجنيه. فيلا ندوق، بسم الله. حلوه صيدا دي يا جدعان، جربوها هتعجبكم. بعد كده بقى معانا اتش دي.
ايه اتش دي بقى عباره عن ايه؟ شوكولاته بالسوداني، وكان نازل منها كذا حاجه قبل كده برضو كانت عامله ضجه في السوق. ده كده شكل الاتش دي، تمام، سعر جنيه، شكلها عليها كريسبي من تحت، بسم الله. برضو الاتش دي طعمها حلو والله. واخر حاجه معانا بقى وهي بي ميكس سوداني بالكراميل مغطى بالشوكولاته. اوبا، بصوا هي حاجه كده معموله بشكل عشوائي جدا، هو سوداني محطوط عليه شوكولاته. يلا ندوق، بسم الله. حلوه البي ميكس دي، السوداني مقرمش وجميل، وبعدين مش ناشفه جامد، لا طعمها حلو الصراحه. يا جدعان انا مبسوط من الفيديو بتاع النهارده، لان احنا اكتشفنا مع بعض ان الجنيه لسه ليه قيمه، بيجيب شويه حاجات حلوه كتير. واحلى حاجه بقى عجبتني النهارده هي البي كوكونات دي، جامده تحفه جدا الصراحه. انا هقفل معاكم دلوقتي وهنزل اجيب علبه من دي، تمام. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تحط اللايك المتين، ولو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين ان شاء الله من اول الشهر اكتبوا لي تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش الساعه 12 كل يوم هتلاقوني لايف على اليوتيوب. يلا اشوفكم على خير، سلام.